لو سالت 3 موديلات ذكاء اصطناعي نفس السؤال هيجاوبوا عليك بنفس الطريقه؟ طبعا لا. والنهارده هنجرب تجربه من العيار التقيل، هنجرب كلود ومسترال وديب سيك، هنديهم نفس البرومبت ونشوف كل واحد فيهم هيطلع اجابته ازاي. البرومبت اللي احنا هنستخدمه موجود اهو، هسيبه لكم في الكومنتس تحت. هو بيطلب منه يشرح حاجه كبيره بس بلغه الجيل الجديد، حاجه من غير تنظير ولا تعقيد. وهيبدا اول حاجه معانا كلود، واحد رايق وهادي كده وبيحب يحكي. بص كده على طريقته، يبدا واحده واحده. تعال نحلل النتيجه، منظم، في مقدمه ونهايه، اسلوبه في حنيه وتعاطف، السرعه بتاعته بياخد نفسه شويتين، القيمه العلميه بتاعته متوسطه، الشخصيه بتاعته اخ كبير بيهديك ويفهمك. يعني انت لو في مود رايق وعايز حد يحكي لك، كلود هيكون صاحب مثالي قوي ليك. تعالى بقى نخش في مستراد، ده بيدخل في الموضوع على طول. واحد بيقول لك الاي اي ده مهم، مش هتعيد كلام مرتين. الرد بتاعه حاجات جمل قصيره، اسلوبه مباشر لايت، سريع جدا، القيمه العلميه موجوده بس مش عميقه، شخصيته واحد صاحبك، بص كل كلامه بانش لاينز يعني. هو مش احسن حد يشرح لك، بس هو بيعرف يكسر الرهبه ويخليك تضحك وانت بتفهم، بصراحه جميل. نيجي بقى للغريب اللي في المعادله ده، ديب سيك، ده اللي بيكلمك كانه بيعمل برزنتيشن بس مصغر. شكل الرد خطوات كده، حاجه مترتبه، اسلوبه رسمي شويتين بس مش جامد يعني. السرعه بتاعته متوسطه، القيمه العلميه بتاعته اعلى واحد فيهم بصراحه، وبيقول لك تعمل ايه. شخصيته كانه، بص تحس ان هو كانه زميلك المجتهد اللي هو حاطط هدف ومش بيهزر. والعزيز ده بجد ديب سيك مش هيطبطب ولا هيهزر، هيخش على طول البوينت يعني. تعال نلخص الموضوع ده مع بعض. كل واحد فيهم رد على نفس البرومبت بس باسلوب وبطريقه وبفهم مختلف. فلود عاطفي قصصي هادي، مسترال مباشر ولايت وسريع، وديب سيك كان مرتب وعملي ومنطقي جدا. فانت لو حابب تتكلم مع ايه، شوف بقى انت عايز اللي بيحكي لك ولا بيرزع لك المعلومه ولا بيعمل لك ترتيب تو دو ليست كده. هسيب لكم في الكومنتس البرومبت وكل موديل رد عليها ازاي، وانت قول لي في الكومنتات لو كنت هتختار واحد منهم يساعدك مين هتختار، وايه السؤال اللي تحب نوجهه للموديلات المرات الجايه. سيبك من اللي بيقول كله شبه بعضه ده، عندك اهو 3 موديلات بثلاث شخصيات مختلفه. مستني تجربتك نشوفها مع بعض ونتناقش فيها لعلنا نستفيد. سلام.